شلونكم؟ عذروني على صوتي لأنه مريضة. رمضان كريم عليكم. اليوم سبت واليوم 7 برمضان. باكر ثاني امتحان مد بالكورس الثاني للمرحلة الثالثة. وشنو ثاني امتحان مد برمضان. أول امتحان مد ردت أصور لكم وتاني يوم صورت، فاليوم قلت خليه أصور لكم شلون راح أقرأ الامتحان اللي أنا حرفيا مو مخلصته. فراح أقرأ الامتحان وباكر نمتحن، وأيضا أصور لكم أجواء رمضان والصيام، وأحد همينه مريض مثلي حرفيا تمرضت قبل يومين تقريبا. هو أنا تقريبا صار لي أسبوعين هيجي بس عطسة، هسه بلاعيمي أوكي، فبلاعيمي هسه، فالحمد لله والشكر على كل حال. حاولت بارحة أبلع شكو شي دوا، شكو عصير، شكو بارحة مطرت مطرة، غسل العراق غسل، بيتنا غسل. اوكي، من قلب الحدث هسه بالواحدة ونص. لازم ابلش اقرا. طبعا الساعة ما عليكم بيها خربانة الباترة مالتها. اوكي، فخليني احكي لكم شنو هو الامتحان وشنو محاضرات المقاريتن وش قد عندي وقت هسه اقرا بيه. الامتحان هو طب مجتمع. ذاك يوم كنت مصورت لكم فلوج كنت اقرا، فاعتمد بقراءتي على ملازم بيها ملاحظات الدكاترة او تشات جي بي تي اذا اكو اشياء ما فهمتها هو يشرح لي. اوكي، على مود نختصر الوقت. هاي وحدة. اثنين، المحاضرات اللي داخل هي 19 نظري و3 عملي مثل ما تشوفون هنا بالورقة. بس اني قريتهن هن قرأت اول 5، السادسة كانت فيديو كلاوات. اوكي، وقاري لحد 14، عندي 15 16 17 18 19 هسه لازم اقراهن. تدرون بال6:30 تقريبا يأذن، يعني انا بال6 لازم هذني وخلصتهن، واريد اقرا وراها المحاضرات ذيك مرة قريتهن اللي هي 7 8 9 10 11 12 13. اوكي، فهي هيج الخطة. راح احاول اقرا كل محاضرة نص ساعة. ساعدت بالنوت مالتي ايش قد عندي وقت ايش قد اقدر انجز. يعني انا البارحة حرفيا قريت محاضرتين وظليت اليوم كله مريضة. اي يعني خليها سكتة. هسه حنكتب هنا جدول، يلا بينا. هسه حاحاول كل نص ساعة اقرا محاضرة. احاول انه اقدر، يعني شوية ملاعين بجد تأذيني. المهم دي بأول محاضرة توكلنا على الله. المفروض اني هسه بادية بالمحاضرة 17، بس هذه المحاضرتين طلعن مو سهلات او حتى مو 17، يمكن 18 لازم. المهم بعدي بال16. الجماعة كلهم يقولون سنزل حالو واحنا ماكو يمنا اي حالو. شنو هاي؟ تباعون يعني لا مطر ولا هيجي، بس الدنيا ظلمة يعني، بس لا مطر لا حالو. شنو هاي؟ صراحة عالي.
جايز ماما سوت لنا حلويات. بسم الله. اشنو هاي الحلويات شو اسمها؟ قدرة قادر؟ خاف يتكسر الماعون. انه هاي حلويات ما ادري شنو. وحاليا انا وماما صارنا 5 دقائق صافني بوجهي ننتظر المفروض توقع تنزل. ما بيها صوص. هاي هسه بالتسعة الا ربع، والمادة اللي قلت لكم اقراها قبل الفطور حرفيا ما كملتها لانه ظل راسي يفتر وتأذيت كلش. فهسه عبالي يعني قالوا يمكن ينطوها عطنا عمود المطر صار فيضانات بغداد، بس مبين ماكو. ف هذا دواء، وسويت يجي قهوة اشربها بس حتى اصحصح واكمل قراية. وانتو ادعوني لانه المرض كلش دا ياكل بيا والقراية هواي والمادة مملة وكل شي كل اللي يتمل حرفيا. الكلية اجتني امتحان من الأحد للاثنين يعني عقب باكر، فاني لا قلت خلي اخلص. شربت قهوة وشي قلت خلي اخلص اللي عندي على الاقل محاضرات الاثنين البقى اللي بعدني ما مكملتين، وهالمحاضرة دا اقراها وباكر اقرا المحاضرات اللي قريتهن اللي قلت لكم قبل اسبوعين جيت قريتهن اراجعهن واقرا سنين. فاي الحمد لله. بس خير انه عندي عملي باكر بس حضر ما راح اداوم. قالوا لنا يبقى بعد ينزل رئيس الوزراء اذا انطها عطلة، يعني ما اعرف شو كنت تحكي خالي تحكي بمحرم. ايه خلونا نكمل ونتوكل على الله. انا ليش اصوركم فلوقات حتى تعيشون وياي من قلب الحدث. يعني انا قلت لكم راح ارجع اقرا بس قضيت اسخت قاعدة اسوي فيها صيقاتي ومدري شنو، فخلاص كافي. حنقعد نقرا هسه بال11:10. اريد اقرا للوحدة، تمام للوحدة كافي، وراها نقعد نسحر وهاي اجواء. اوكي فللوحدة هاي قطعا. الحمد لله خلصت المحاضرة 19 ب12:42. باكر اقرا المحاضرات شو اسمه اللي قلت لكم قريت اني من 7 الى 13، بحاول اراجع اللي قاريته يعني واقرا سنين وبس. يعني حرفيا كافي قريت المادة لانه المادة مو صعبة وانما هيك مملة، يعني مملة درجة. فاي الحمد لله نروح للسحر. هاي ماما سوتها حرفيا طلعت تجنن. كريم كراميل هي شلون عبالك قدرة قادر، بس هاي كريم كراميل يعني كيكة قدرة قادر ذي بيها كيك يعني. بس هذا سحري لليوم. بديت أعود نفسي أن أتسحر وأكل قليل على الفطور. طبعا هسه يوم الثاني وتقريبا ب11 شنو ب5
تخيل قعدت ورجعت نمت لأنه راسي جدا مسطول من المرض. عندي ساعة قبل الفطور تقريبا، ورا الفطور حنقعد نقرأ المادة على خلاص نقفلها ونمتحن. ها هي السطح ما شاء الله. أحلى جو ورا المطر. بعد وعاجبني أقرأ شوية برا لحد ما يأذن. استنى حتى أصور لكم الغروب. واضح عليه دا أقرأ. المنظر هسه راح تشوفوه سريع. هل عسى نلقاك أخرى يا أنيس الصائمين، ربما بعدك نمضي في عداد الغائبين. هاي آخر سيشن قبل الامتحان أو آخر سيشن هذا اليوم، لأن أنا قلت لكم قرأت بس شوية قبل الفطور، وهسه بعد الفطور ب9:30 فغسلت المواعين وكل شي. هسه راح أبدي أقرأ المحاضرات اللي قلت لكم راح أعوفها، اللي هي من 7 إلى 13. أريد أقرأهن هيك على السريع بس أتذكر المعلومات مالتهن، تمام. وبعدين أقرأ التي اللات، وبعدين أقرأ أسئلة. أوكي، أسئلة أول شي على المواضيع الأولى وبعدين على المواضيع الأخيرة، تمام. أو أحاول أصلا كل ما أقرأ موضوع هم أقرأ أسئلته. فهسه حنبلش. نتوكل على الله. إمدادات من ماما، قهوة. اليوم شريت فيتامين دي في المرة شربت شو اسمه. المفروض أنا ما أشرب هذا بس يعني شو نسوي، عندي امتحان وراسني وجعنا. هذا كوكيز زهراء سويته. فهسه بقت لي محاضرتي من هاي المحاضرات. كان عبالي حقق أقرأ أسرع بس شوية ما أدري، هن المحاضرات مملة كلش وهس الصفن. المهم حاكل فراولة وأحاول أخلصها من الساعة هيج بسرعة بسرعة، وراها أتسحر وأعزل أروح أنوم. والله كريم، عزلنا وإجا الواوي كنا عارفين. أنا هيج وضعي هسه. شيخ اللي صار بوجه اللي صار، لأن كلش تعبت نفسيتي، مادة مملة ومكروهة وهواي شغلات يعني. بس دا أفكر بيه شنو حلبس باكر. وشغلة ثانية هي من أرجع باكر شنو أسوي، عندي هواي شغلات تأجلت من هذا الويكند بسبب هذا الامتحان. فخلاص يعني كافي enough. الأدوية راح السحر، هذا دواء ملقحة، وهذا منطي مثل الفوار، وهذا أهم شي. هذا كلاوات بس باراسيتول يعني. هذا بعد غد حشربه، هذا أهم شي. فاي ونسحر. تعودت على بيض الفطر أكثر من بيض طماطم، يعني صارت هي الوجبة الرسمية. أوتفيت البنت المريضة التي لديها امتحان. نعم، إنه هذا هو الأوتفيت. أنا حاليا بالنادي، قبل ساعتين وصلت النادي وجبت حتى كمامة. كلش متأذية حاليا، المرض ياكل بيه
وكل شوية أقرأ كم سؤال وأرجع أنام، يعني أنام هنا على الطاولة ويا المتابع. إيه، وآخر شي طبع راسي على شكل الطبلة قد نمت عليه. قاعدين نحلل هاي الموسيقى شو اسمها، اللي اليوم ديزني مالتها الرابط أعطيها 10 من 10. هاي تسمعوها؟ الأرياف الصينية يمكن اي والله أرياف صينية. طبعا هنا هذا شو الحائط ماريا قبل شوي قالت لي هذا عبارة عن سماء يتبعون هاي النجوم، وهنا كواكب باعوا لي كواكب دقيقة. هاي كواكب، هاي الأضوية كواكب، شوفوا هاي كلها كواكب. وين ايدي؟ دا ادور على ايدي منو؟ خلصات خلصاني قامت تنعى تقول خلصاني. بعد نص ساعة للامتحان، يتم قراءة هذا الفورماتيف. أخيرا شوي صحصحنا. الامتحان ما ندري شنو صار. شباب تم الامتحان بالنجاح. كانت زينة الأسئلة يعني، هو بها أرقام معروفة. اي بس اكو اشياء مو سهلة، يعني مو سهلة وانما هيك يعني مركزة. مركزين عليها يعني. اي بس هو الامتحان زين وتم الحمد لله، يعني رغم المرض ورغم الأذى ورغم كل شيء. رغم الأمطار والعواصف داومنا ممتحنين. صحيح، رغم الفيضانات التي تحل بنا. طالب المجتهد. 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 لقيت مكان قاعد شمس. المفضلة حل الأسئلة بالخط، أسوأ فقرة بالعالم. شوفي هسه احنا عندنا الهارد ريت سلو، هو هاي بس هو كان هاي، هو كان 101. لا قصدي على الريسبيراتوري ريت كان الريجولر، أنا اختاريت واحد. لا كانت الريجولر ما كانت، بس هاي واحد. هاي ماكو المصل فلكشن واحد، أنا ما حطيت واحد. هذا نو كاثيتر 4. كاثيتر نو مو اي كاثيتر نو يعني 0. وهاي 1 5. 5 أنا كتبت 4. بس خلينا نطلع اليوم بليز. سيارتك للسفر So guys خلينا نحكي عن الامتحان. الامتحان الحمد لله جتي أسئلة يعني واضحة أغلبهن، بس أكو كم سؤال من مجاوباتها صحيحات، يا ما شغلة أنا مركزة عليها شي سؤال غريب عجيب. بس الحمد لله بعد كل هذا التعب اللي شفتوه دان هذا الامتحان. وصراحة المهم هي إنه السعي مو النتيجة، فالنتيجة على الله إن شاء الله. ولهنا انتهى هذا الفلوج. إذا يعجبكم هيك نوع الفلوجات كتبوا جوا بالتعليقات وحطوا لايك للفيديو وشاركوه يا أصدقائكم. طبعا يقولولي مريم نشرين فيديوهات أسرع وشي، يعني انتي تشوفون وضعيتي دا أتمرض وإذا سويت امتحانات ومحاضرات كلش هواي، فما دا أصور بس ما دا ألحق الانتاج. يعني وعوا همين الدعم يعطيني حافز انه اسوي مونتاج، لذلك لايكاتكم مشاركاتكم حتى اشوف انه انتم حابين هذا المحتوى، حتى اظل انشر بشكل مستمر، يعني اصلا دا انشر بس انه مو بشكل مستمر، دا انقطع عليكم وبس. احبكم هواي هواي، لا باي ولا هلا، الله يعاكم.